مش دايما بنلاقي في حياتنا اشخاص او اصدقاء مخلصين بزيادة، وقليل قوي لما بنلاقي ناس روحنا بترتاح معاهم. لكن في الاخر وفي الحقيقة هم اوريدي موجودين بس نادرين. فلما انت تيجي تعمم تقول مثلا هو فين الناس الحنينة، هي فين الناس الكويسة، مفيش حد دلوقتي، طبعا ده تعميم. هم موجودين بس ناس نادرين. بس ازاي تعرفهم وسط ده كله، او ازاي تلاقيهم؟ ممكن انت لو دورت في حياتك ممكن تلاقي في حياتك كان في اشخاص مخلصين، كان في اصدقاء مصرة ان هي دايما تدور عليك وانت مطفي في وقت من الاوقات وانت حالتك صعبة. كان في اهل مثلا بيدوروا علينا واحنا مجهدين واحنا تعبانين واحنا مستخبيين ومكسورين، والناس سايبانا وجرحونا وخانوا الوعود والصداقة. ممكن في حياتك تلاقي مثلا رجل دين سندك، يعني في وقت ضعف. الناس الجميلة هي الناس اللي بتدور عليك وانت فاقد الامل. الناس الجميلة هي الناس اللي بتدور عليك وانت فاقد معنى الثقة. هي دي الناس الحلوة، هي دي الناس النور اللي بتنور حياتنا فجأة. لما تلاقي الدنيا ضلمة بتلاقي اشخاص همهم الوحيد ان هم يكونوا موجودين جنبنا علشان يسندونا ويقوونا ويكونوا دايما مصدر راحة وانتعاش لروحنا المطفية. هي دي الناس الجميلة. الناس الجميلة اللي هي بتضمد جروحنا او جروح عملها ناس غيرهم وتساعد في الشفاء. الناس الجميلة هي الأصدقاء اللي بتشاركنا لحظات الضلمة مش بس لحظات الفرح. الناس الجميلة هي الأشخاص اللي دايما بتحمل لينا كل محبة وكل رحمة طول الوقت. هما اللي بيلتمسوا لنا العذر واحنا مطفيين واحنا مكسورين حتى واحنا بنغلط. ولأن ربنا عظيم وإله صالح بيوجد في حياتنا أشخاص صالحة، أشخاص جميلة كل الوقت. فدور عليهم وانت هتلاقيهم، حتى لو من زمان حتى لو من فترة. ولو ما لقيتهمش خليك انت الشخص ده، خليك انت الشخص الجميل في حياة الناس اللي حواليك. خليك صديق للناس المطفية، خليك سبب في تخفيف أثقال الناس، خليك يعني سبب في شفاء النفوس المرهقة والمتعبة والحزينة والمكسورة من وجع الأيام والسنين واللي الجروح دايما تعبتها. فلو انت ما لقيتش حد خليك انت الحد ده. لو ما لقيتش حد يدعم ويشجع ويرفع وقت الضعف، فبدل ما انت تبكي على الزمن وتقول هو فين الناس الكويسين، هما فين الناس الحلوين، خليك انت. خليك انت الحلو في حياة غيرك، خليك انت الدعم اللي في حياة غيرك. ولو ربنا حطك دعم في حياة غيرك وما لقيتش مقابل، افرح وما تزعلش، لانك انت بتاخد من ربنا وبتخزن لك مع الوقت. ممكن مع الزمن ومع الوقت تلاقي حد دعمك في وقت انت كنت محتاج دعم فيه. فاشكر ربنا حتى لو انت سند في ناس كتير. بلاش تشتكي كتير، انا ليه كده، انا محدش بيديني. ادي وما تنتظرش مقابل، لان المقابل موجود عند ربنا حتى لو عدى عليه ايام وسنين، لكن هو برضو موجود ولسه فاضل لك.